اكتر اتنين فنانين كوميديين يا جماعه لما بشوفهم بصراحه ما بستلطف لهمش اي حاجه خالص بيعملوها. هما طبعا رقم واحد بالنسبه لي هو احمد فتحي. احمد فتحي يا جماعه بالنسبه لي لما بيظهر في اي عمل جد بيكون كويس، بيكون ممثل كويس عادي. لكن لما بيشتغل في الكوميديا انا مش فاهم، يعني اللي هو انت بتاع افيهات مثلا زي بتوع مسرح مصر، ولا انت بتاع كاركتر مثلا زي الليمبي بتعرف تبني شخصية؟ لا، هو بيستخدم تكنيك واحد بس في التمثيل بتاعه الكوميدي، الا وهو ان هو يعلي صوته جدا مش عارف ليه، ويعمل لك رياكشنات بوشه غريبة. مشكلة ان يعني ده شيء غير مضحك بالنسبة لي خالص، يعني انا بصراحة ما بضحكش خالص من احمد فتحي. اما الممثل رقم اتنين بالنسبه لي، الممثل ده يا جدعان هو مش ممثل بصراحه بالنسبه لي، هو كاركتر. يعني هو الراجل كاركتر بس ما بيعملش اي حاجه غير ان هو شخصيه واحده بيظهر بيها في كل الاعمال. هو محمد ثروت. محمد ثروت يا جماعه الراجل، يعني بصراحه يعني عمري ما شفت له اي دور مختلف. هو الراجل بيضحك بضحكه معينه، بيلبس لبس عبيط جدا، مش عارف بيعمل حركات عامله ازاي، صوته عالي برضه بشكل اوفر جدا. بس اي دور هيطلع لك فيه بهذا الشكل. المشكله انه انا حتى الناس اللي بتعمل وان كاركتر، حتى لو الوان كاركتر بتاعك حلو جدا انا برضه ما بحبكش. يعني انا بالنسبه لي الممثل ده يعمل كاركترات كتير، لكن فكره ان انت بنفس البدله بتطلع من اللوكيشن ده وتخش اللوكيشن ده تبقى في فيلم تاني وتشتغل نفس الحاجه، دي حاجه انا ما بحبهاش خالص. وبس كده. لو عندك انت فنان تالت تحب تقول لي عليه في الكومنتات اكون انا ناسيه ولا مش واخد بالي منه، يا ريت تقول لي في الكومنتات. وما تنساش اللايك وتابعني، بنزل محتوى يومي عن التمثيل. وبس كده، سلام.